اكتر الناس اللي فعلا بحب ان انا اتكلم عليهم واخدهم كمثال يحيى الفخراني. يحيى الفخراني قدر ان هو يعمل قصة نجاح مختلفة في الملك لير اللي هو بيقدمها بشكل مميز جدا. ازاي قدر يعمل ده؟ بطريقة وبكونسبت مهم جدا، هو كونسبت العرض والطلب. قدر ان هو يعمل اوفر سبسكريبشن على مسرحية في الاغلب الناس ما بتهتمش بيها، لكن الملك لير كانت في حتة مختلفة. ازاي اقدر اخلق الزحمة والطابور على رواية مسرحية مش كوميدية في مسرح بشكل مش غالي وبشكل سعر مناسب جدا للناس، وفي نفس الوقت ده مش متوفر ليك بسهوله. فلما تيجي تروح تحجز اونلاين ما تلاقيش الدنيا بالسهوله دي، فتحتاج تحجز اوفلاين، فبتحاول كذا مره وكذا شكل، وبتشوف ان انت عشان توصل وتبقى مشترك او تدفع او تحجز فانت فاكر ان الموضوع بس مجرد فلوس. لا، الموضوع مش فلوس، الموضوع ان انت محتاج تقدر قيمه الخدمه او المنتج ده. فاكتر الناس وهي بتقدم المنتجات والخدمات اللي هي بتقدمها دايما بتشوف ان الخدمه والمنتج اللي هي بتقدمه الناس مش مقدراه، مش شايفاه كويس، مش حاسه بقيمته. لكن يحيى الفخراني في الملك لير قدر ان هو يحسس الناس بقيمه المسرح، قيمه الروايه، قيمه الملك لير، وخلاها غاليه عليهم قوي ومش سهل ان انت تنولها. فانت محتاج في البيزنس انك تبني بيزنس وبراند الناس تقف عليه زحمه وطابور، مش انها تنوله بسهوله وببساطه. غلي البيزنس والخدمه والمنتج اللي انت بتقدمه، مش تخليه العرض اكتر من الطلب.